طيب تعالى بقى نشوف الكيس. مثلا هنا لو جينا حطينا الجزء بتاع ريدايركت 2. اوكي، لو هفترض ان هو ما عنديش باس ماتش، لو مشينا بسياسة الباس ماتش بريفكس مع الباس الفاضي وريدايركت هوم، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل زي ما احنا قلنا ان دايما الباس ده بيماتش مع اي يو ار ال، مع اي يو ار ال. فده معناه كده ان اول ما تيجي تفتح اي يو ار ال هيجي يبص على ده، هيلاقي ماتشنج. بس مشكلته ان هو، مشكله الانجولار ان هو مجرد ما يلاقي الباس ماتشنج ومعاه ريدايركت 2 على طول بينفذ ريدايركت 2 من غير اصلا حتى ما يبص على باقي الاري، ملوش دعوه. ده يا عم ده لسه عندي برودكت وعندي واحد، ماليش دعوه. هو طالما عندي الباس فاضي ده ماتشنج وفي ريدايركت 2 خلاص انا هروح على الهوم. فده معناه ان اي باس هيتفتح هيروح على الهوم. لما نيجي نحط الريدايركت 2 او سوري لما نيجي نحط الباس ماتش فول، معناها ايه بقى باس ماتش فول؟ معناها بقول له لما تيجي تقارن ما بين الاري بتاعت الكرنت يو ار ال والاري بتاعت الباس، لازم الاثنين يكونوا متساويين في القيم وفي الطول. يعني مش هتاخد بس في الحته من الاري بتاعت الكرنت يو ار ال، لا مش هناخد حته، هناخدها كلها على بعضها، يا اما كله بيساوي يا اما خلاص ما يساويش. تمام. فبالتالي لما تيجي هنا لو انت عامل باس ماتش فول ويلاقي هنا سترينج فاضيه يعني طولها 0 ودي سترينج طولها 2 اصلا مش هيكمل، خلاص انت كده مش معانا، هيعديها. اوكي، فعشان كده ده مهم جدا تستخدم الباس ماتش فول. الاصدارات الحديثه بتديك دلوقتي ايرور لو انت استخدمت ريدايركت 2 او من غير الباس ماتش. وحتى لو انت حاولت تعمل سيناريو انك انت تكتب هنا باس ماتش بريفكس عشان تشوف الموضوع ده، برده مش هيحصل. خلاص الاصدارات الحديثه بقت فاهمه كويس قوي المشكله دي وبقت بتهندلها حتى لو انت عملت الخطا من غير ما تاخد بالك. بس انا حبيت افهمك يعني ايه باس ماتش وبتشتغل ازاي والانجولار بيستعملها ازاي. طيب برضو مش محتاج اقول لك ان انت ما ينفعش تستخدم مثلا ريدايركت 2 هنا. مثلا افترض مع اي حاجه ريدايركت 2 مثلا تعال نقول مع اكتب هنا برودكت، اكتب اي حاجه مش هتفرق. الفكره ما ينفعش تستخدم ريدايركت 2 مع الكومبوننت، هتلاقيه اصلا مديلك ايرور. خد بالك اهو، لكن ما ينفعش تستخدم ريدايركت 2 and component or load component. فبالتالي دي ايه؟ حاجه ما ينفعش تعملها. كده انت فهمت يعني ايه ريدايركت 2 وليه لازم تستخدم معاها الباس ماتش، وفهمت يعني ايه باس ماتش فول وباس ماتش بريفكس.